يا صباح الورد والياسمين على عيونكم جميعا، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة على طول. يسعد أوقاتكم بأي وقت عم تتابعوني فيه. كيفكم صبايا؟ طمنونا عنكم، إن شاء الله تكونوا بخير. بدي أشكركم على تعليقاتكم الحلوة وعلى اللايكات وعلى دعمكم إلي. فالصراحة أنا صار لي فترة ما عم أنشر فيديوهات طويلة لأنه ما عم لاقي يعني هالتفاعل أو إنه مثلا هالدعم منكم. فبتمنى منكم ما تنسوني من اللايك والتعليق الحلو حتى ترتفع قناتي أكتر وتنتشر فيديوهاتي إذا حبيتوها طبعا. بلشنا نهارنا، شربنا القهوة على رواق، واليوم الجو كتير حلو، فحبيت فرجيكم. اليوم جبت المنظفات، يعني إنه هيك كذا نوع. جبت للغسيل، هاي كرمال الغسيل، وللجلاي طبعا كمان جبت أقراص للجلاي. هيك يعني كذا نوع منظفات، الواحد ما بيستغني عن المنظفات بالبيت، يعني ما فينا نشتغل بلا ما يكون في عنا منظفات. وهاي الملح للجلاي وملمع كمان. هني بيضلوا والله تقريبا شهر، أكتر شوي أقل حسب ما بيجلي الواحد فيها. هي مرة باليوم الواحد بيجليهم. جبت كلور ومعطر للحمام، وهاي للغسيل كمان معطر، ريحته كتير حلوة. بحط قرص وبرجع بحط شوي من هاي. وهاي للأرضيات، معطر للأرضيات. وهون فضيتهم كمان كرمال خليهم بالجرار بالدرج، يعني جنب الجلاي أهون يعني. اي والله مثل ما انكم شايفين هون كمان رتبتهم، حطيت كل شغلي مكانه وضبيتهم يعني كرمال نبلش شغلنا. هون عم فرجيكم الجو اليوم كان كتير حلو، يعني الواحد بس يشوف الجو هيك بيتنشط وبيحاول يستغل الجو هذا كرمال يشتغل بالبيت طبعا. يعني الشمس صحيح إنه الجو شوي بارد، بس الشمس كتير حلوة ومنيحة. قررت إني أمسح الصالون، شلت السجادة مسحتها والله بالمعطر. خليتها هيك أول شي شغلت المكنة خليتها تلم الغبرة، ورجعت بلشت كمان أمسح الأرضيات. مسحت شوي بالصالون هيك يعني كرمال بس إنه هالغبرة يعني، وريحة طبعا معطر. هيك تغيير يعني ومنه نشاط، وريحة البيت بتكون هيك لأنه كل يوم مسكر الباب الشبابيك، فاستغلينا الفرصة فتحنا الأبواب الشبابيك وبلشت مسح. كمان الحيطان هيك عملت لها تنظيفة، شفتوا غبرة ومسكر البيبان وهيك يعني. أجواء الشتوية بده يكون الواحد مسكر، فحاولت قد ما فيني يعني إنه هيك أعمل مسحة للحيطان للحرف يلي تحت بنقوله نحنا البرطاش. أيوة هذا هو. كمان عملت له مسحة. هون في محارم مع هاي المساحة كمان، هدول بس للحيطان يعني كمان عملت لهم مسحة. الممسحة تبعيت الأرض شي والمحارم للحيطان، يعني بيجي معاها محارم. كمان هو مسحتهم لأنه الغبرة هون شي مو طبيعي، يعني صيف شتي ما بيتلحق مسح الصراحة. وهاي الباب كمان هون عملت له مسحة لأنه لونه أبيض فبيعتم يعني. قلت بطريقي كمان بعمل لهم مسحة. صراحة الجو بيعطي نشاط، بخلي الواحد له نفس يشتغل، لأنه يعني بينشف
فورا الشي إذا مسحناه بينشف، الأرضيات فورا نشفت، وكمان هون مسحت التلفزيون لأنه تعرفوا غبر أكيد. رجعت هون مديت السجادة وخليت المكنة كمان ترجع تلم من دور جديد، وهاي الحيطان طلعت غير شكل. وهون رجعت بلشت عاد كفي بالصالون، ما فيني اترك الصالون بدون سجادة لأنه الولاد عندي بدهم يقعدوا يعني، فأحسن ما يلحقوني. حطيت لهم السجادة والأرض كتير باردة وفورا نشفت الصراحة لأن مفتوح الشباك، فمديت لهم السجادة. كفيت هون كمان، وهي المكنة بعدها هي عم تكنس وأنا عم بمسح وراها. الصراحة بتلم الغبرة ما بتخلي شي، وأنا بمسك المساحة وبخلص وراها يعني. تاخد شوية وقت هي بس لأنه بتمشي نظام يعني. المهم كمان فتت هون على المطبخ، عملت له مسحة أكيد لأنه من ضمن الشغل كله بيكون أهم شي عنا المطبخ. وأرضيته هون يعني هيك مانا بلاط أو خشب، هي من نوع الجلد أو شي، إيه ليك ببين هيك كتير على المسح منظره حلو. هيك طلع غير شكل والله، وريحة المعطر بتجنن طلعت. خلصت هون المطبخ وانتقلت عاد كفيت على الصالون. كمان مسحت هون الممشى ومديت فورا كمان السجادة بعد ما خلصت. يعني كل ما بخلص شغلي بتكون نشفت، فبرجع بمد السجاد لأنه الولاد بيمشوا وراي. هون انتقلت على غرفة النوم كمان مسحتها، مسحت الغرف كلها طبعا، بس إنه ما بصوره كله بصير المقطع طويل كتير بتمله. هون مسحت الأرضية خشب طبعا فما بكتر كتير، بمسحها على الخفيف. كتير هيني والله الصراحة، ريحتني يعني أحسن ما شيلها كل شوي وهيك. فهي فيها منه ومدخلين فيها البخاخ يعني، فيها معطر وهيك برش مي وبتمسح يعني أهون. والله يا صبايا بدي منكن لايكات كتير وتعليقات حلوة حتى يرتفع الفيديو، لأنه المشاهدات قليلة واللايكات كمان. إذا كمان التعليقات بتكتر بيرتفع الفيديو أكتر، فبتمنى منكن الدعم. يعني لما بيكون الدعم يعني اللايكات والمشاهدات يعني على هوا الشغل تبعي، فبصيروا الفيديوهات تنزل كل يوم. خلصت شغل البيت كله، ضل علي عاد المطبخ. قلت بمسح الغاز بالمنظف الجديد، لأنه يعني بحب أنا أكتر شي إنه الغاز يضل نظيف. وهي نقعت الروس كمان حطيت هون لأنه بتعرفوا يعني زيوت فأكيد الواحد بده يلحقهم أول بأول.
الواحد بده ينظف الغاز كرمال أي طبخة بده يطبخها بيكون يلاقي المطبخ والغاز نظيف. بدي منكم تكتبوا لي بالتعليقات إذا الفيديوهات عم تعجبكم، إذا في شي تعليق مثلا على بتعطوني نصايح، إذا في شي ما عجبكم كمان، يعني هيك وأنا بجاوبكم. بتقترحوا علي مثلا بتحبوا إنه صورلكن شي هون، بتحبوا تسألوا عن شي هون لصورلكن مثلا، هيك اقتراحات يعني منكن، أنا بحاول جاوب عليها أو بصورلكن الشي اللي انتو بتطلبوا. وهيك طلع الغاز غير شكل. هون كنت كمان حاطة الحرام بالغسالة، استغليت الفرصة قلت لأنه الجو كتير حلو كرمال ينشف، وهيك كانت الأجواء، الجو كان كتير حلو والله. بلشنا بالطبخة هون بعد شغل البيت وبعد التعب. هون حطيت دجاج، صدور دجاج، وحطيت البطاطات وبلشت أحطلن البهارات، يعني هيك سهلة وسريعة وما بتاخد وقت. حطيتن مع بعضهم فورا ورجعت حطيت ملح وفلفل أبيض وبابريكا هيك شي على الخفيف يعني كرمال ما يصير لونها غامق، وتوم بودرة وزيت. ما بدها شي، هيك سهلة وسريعة. وعملت جنبها سلطة كمان، طلعت غير شكل والله. الحمد لله رب العالمين، الله يديم علينا وعليكم النعم يا رب ويحفظها من الزوال. ما بتاخد وقت الحمد لله. ولهون بيكون خلص الفيديو وخلصت الروتينات والتنظيفات، وبشوفكن في فيديو جديد وروتين جديد، ولا تنسوني من دعمكن. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.